سلام، مرحبا بكم كاملين في قناتي من القلب. أول حاجة بغيت نبدأ بها اليوم هي نرحب بالناس الجداد اللي انضموا لنا مؤخرا. مرحبا بكم بيناتنا. هنا غادي تلقاو مكان دافئ، مكان كيقدر كل واحد فيكم، وكل واحد فيكم هنا مهم، وكل حضور ديالكم كيزيد يكمل هاد العائلة الصغيرة اللي كنعتزوا بها. وبغيت حتى نشكر الناس اللي متابعين معايا من البداية، الناس اللي كيعطيوني الحب والدعم بدون مقابل، واللي كيبعثوا لي التعليقات الزوينه اللي كتفرح قلبي كل مره كنقراها. شكرا من قلبي على كل كلمه كتبتوها وعلى كل اشتراك ديالكم. بلا بكم ما غاديش تكون هاد العائله، ما غاديش يكون الجو الدافئ بهذا الشكل. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون مميز، غادي نهضروا فيه على واحد الموضوع اللي كيهم كل وحده فينا: كيفاش نغيروا راسنا من الداخل ومن الخارج. كيفاش نوليو النسخة اللي ديما حلمنا نكونوها، نسخة متألقة واثقة وقوية، نسخة اللي الناس يشوفوها وتعجبهم بحضورها ويستشعروا الطاقة الإيجابية اللي كتشع منها. غادي نشارك معاكم نصائح عملية بسيطة ولكن قوية باش تحسوا بالجمال من الداخل قبل من الخارج. كيفاش نبنيو شخصية جديدة، وكيفاش يكون عندنا حضور يشد الانتباه بطريقة طبيعية، وشنو هي الطريقة اللي تخلي الناس يتفاجئوا من التغيير الحقيقي اللي كيبدا من الداخل قبل ما يبان على الخارج. وبغيتكم تعرفوا حاجة مهمة: التغيير ماشي غير في المظهر، التغيير الحقيقي كيبدا من القلب، من الطريقة ديال التفكير ديالنا، من الطريقة اللي كنقولوا بها كلامنا، ومن القوة والهدوء اللي كنعكسوهم على المحيط ديالنا. الجمال الخارجي مجرد صدى للجمال الداخلي، والثقة الحقيقية هي اللي كتخلي الناس يتعجبوا بينا بلا ما نحتاجو نهضروا عليهم. خلينا نبداو هاد الرحلة مع بعض، نكتشفوا كيفاش نعيشوا التغيير بطريقة إيجابية، وكيفاش نقويو الثقة ديالنا في راسنا ونوليو كل يوم أحسن نسخة من راسنا. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم لكل وحدة فينا: كيفاش تغيري راسك من الداخل ومن الخارج باش تولي النسخة اللي ديما حلمتي بيها، النسخة اللي واثقة متألقة وقوية في الحياة اليومية ديالك. أول حاجة خاصك تعرفيها أنه التغيير الحقيقي كيبدا من الداخل. فقبل ما تبدلي الميك اب ديالك، اللباس والستيل ديال شعرك، خاصك تبدلي الطريقة اللي كتشوفي بها راسك، الطريقة اللي كتعاملي بها نفسك، والثقة ديالك في نفسك. إلا ما كانش التغيير داخلي، فالمظهر الخارجي غير غلاف بدون روح، وغادي تحسي براسك ناقصة وماشي حقيقية. خذي وقتك باش تعرفي راسك مزيان، شنو اللي كيعجبك وشنو اللي ما كيعجبكش، شنو اللي باغا تحققيه في حياتك. سولي راسك اسئله بسيطه بحال مثلا: شنو الحاجات اللي كتحسسني بالقوه، شنو اللي كيخلي قلبي فرحان ومطمئن، شنو اللي باغا نكون في المستقبل القريب ديالي. من بعد ما تعرفي نفسك، حاولي تبدلي طريقه التفكير ديالك، حاولي تركزي على الايجابيات ديالك، على الحاجات اللي كتقدري ديريهم مزيان، وما تخليش الاخطاء والفشل يحبطوك. هاد الطريقه غادي تقوي الشخصيه ديالك، وغادي تخلي الناس تحس بالفرق من تصرفاتك ومن كلامك ومن طريقه وقوفك امام الاخرين. من هنا كيبدا الجمال الخارجي يظهر بطريقه طبيعيه. ملي كتكوني مرتاحه مع راسك وكتحسي بالقوه والثقه، كلشي كيبان في المظهر ديالك. اختاري الستيل اللي كيليق بشخصيتك، اهتمي بالعنايه ديالك وبالخطوات اللي كتخليك تحسي بالقوه والانوثه ديالك. ولكن خاص تبقاي عارفة أن المظهر غير غلاف، والجاذبية الحقيقية كتجي من الداخل ديالك ومن طاقتك ومن طريقة تعاملك مع راسك ومع المحيط ديالك. فبغيتك تعرفي واحد الحاجة مهمة: التغيير ماشي غير باش الناس يشوفوك مختلفة، التغيير الحقيقي هو باش تحسي براسك مختلفة، باش تكوني أقوى وأقرب للحلم اللي ديما كنتي كتمناي توصلي ليه. من هاد اللحظة غادي نبداو الرحلة ديال التغيير خطوة بخطوة، باش كل وحدة فينا تولي النسخة الأفضل من نفسها. دابا بعد ما فهمنا أن التغيير الحقيقي كيبدا من الداخل، غادي نعطيكم بعض الخطوات العملية اللي خاصنا نطبقوها في حياتنا اليومية. أول خطوة هي نركز على الثقة ديالي في نفسي. فكل صباح وقفي قدام المراية وهدري مع راسك، قولي كلمات إيجابية لراسك بحال: أنا قوية، أنا زوينة،
أنا قادرة على أنني نتغير. هاد العادات البسيطة كتقوي العقل والروح ديالك بشكل كبير. ثاني خطوة، اهتمي بالداخل ديالك، ديري نشاطات كتخلي قلبك فرحان ومطمئن. قراي كتب كتعلمك، سمعي موسيقى اللي كتريحك، مارسي الرياضة باش تحسي بالقوة في الجسم والعقل. كل ما كنتي مرتاحة من الداخل كل ما بان هاد الارتياح على المظهر ديالك وحضورك. ثالث خطوة هي أننا نحاول نغيروا شوية من المظهر ديالنا بطريقة كتعكس شخصيتنا. فحاولي تختاري اللبس اللي كيبين القوة ديالك، الألوان اللي كتبين الجمال ديالك، وما تنسايش واحد الحاجة اللي مهمة بزاف، العناية بشعرك وبالبشرة ديالك اللي كتخليك تحسي بالثقة. ولكن تفكري ديما أن المظهر الخارجي ماشي هو كل شيء، هو غير مرآة للجمال الداخلي. رابع خطوة هو أنك تركزي على طريقة كلامك وتصرفاتك، فتعلمي كيفاش تواصلي بثقة، كيفاش تكوني لطيفة ولكن قوية، وكيفاش تحمي حدودك بدون شعورك بالذنب. الناس غادي يحسوا بالفرق الكبير في التعامل معاك، وغادي يتفاجئوا من التغيير اللي بدا من الداخل ديالك أكيد. خامس خطوة، تحلي بالصبر. التغيير ما كيتحققش بين ليلة ونهار، هي رحلة مستمرة. كل خطوة صغيرة كديريها اليوم غادي تقربك أكثر للنسخة الأفضل من نفسك. وما تنسايش، كل نجاح صغير كيبني الثقة ديالك ويخلي التغيير دايم ومستمر. وفي الأخير بغيتك تعرفي حاجة مهمة، التغيير الحقيقي كيخلينا نحسو بالراحة والرضا مع راسنا، وكيخلي الناس يشوفونا بطريقة مختلفة. ولكن الأهم هو إحساسنا بالسلام والقوة داخليا. ملي غادي تدمجي هاد النصائح كلها وغادي تولي النسخة اللي ديما حلمتي بيها، نسخة اللي واثقة متألقة وحاضرة بكل قوة وجمال من الداخل والخارج. دابا غادي ندخلو لمستوى آخر، المستوى اللي كتولي فيه النصائح تطبيقية وسهلة للمتابعة اليومية. الهدف هو باش كل وحدة فينا تقدر تبدل حياتها بطريقة ملموسة خطوة بخطوة. أول تمرين عملي، ديري دفتر خاص باليوميات ديالك. كل يوم كتبي فيه حاجة وحدة زوينة درتيها لنفسك، حاجة خلاتك تحسي بالقوة وبالفرحة حتى لو كانت بسيطة. مثلا اختيارك الملابس حسيتيها مناسبة ليك. هاد التمرين كيعلم العقل يشوف الإيجابية ويكبر الثقة بالنفس. ثاني تمرين، ديري تحدي الطاقة الإيجابية. كل صباح خاصك تبتسمي لنفسك وللعالم اللي حداك. قولي لراسك كلمات كتشجعك وكتزيد بك للقدام. اليوم غادي نكون قوية، اليوم غادي نحقق جزء صغير من أحلامي. هاد العادة غادي تولي طبيعية مع الوقت، وغادي تشوفي الفرق الكبير في طريقة تفكيرك وفي طاقتك. ثالث تمرين هو أنك تركزي على مظهرك اليومي. مثلا جربي لون جديد، لبسي لبسة كتعكس شخصيتك، أو ديري قصة شعر مختلفة. الهدف ماشي التغيير الكبير، الهدف هو أنك تعزي الأنوثة ديالك وتولي مرتاحة مع المظهر ديالك. كل مرة كتجربي حاجة جديدة كتحسي بالقوة والثقة. رابع تمرين هو أنك تتعلمي يكون عندك تواصل قوي. فكل نهار حاولي ديري موقف صغير كيعبر على رأيك أو على مشاعرك بطريقة محترمة وواثقة. مثلا تقولي كلمة زوينة للصديقة ديالك، أو لا تعبري على رأيك في شي اجتماع صغير، أو لا حتى تقولي لا بطريقة هادئة إلا ما بغيتيش شي حاجة. هاد الخطوات الصغيرة كتعلمك كيفاش تكوني قوية ومحترمة في نفس الوقت. خامسا، خاصك تهتمي بالجانب النفسي ديالك يوميا. خصصي 5 دقائق كل صباح باش تهدي نفسك، باش تأملي، باش ديري تمارين التنفس. هادشي كيعاون باش العقل يكون صافي، باش تكون عندك واحد الطاقة إيجابية، باش يكون قلبك مرتاح. وهكذا كل شيء غادي يبان في التصرفات وفي المظهر ديالك. وفي الأخير بغيت نقول لك، هاد التمارين اليومية الصغيرة هي اللي كتصنع الفرق والتغيير الكبير. فملي كتمشي خطوة بخطوة كتولي النسخة اللي حلمتي بها، النسخة اللي متألقة واثقة وحاضرة من الداخل ومن الخارج. وديما تفكري أن التغيير الحقيقي كيبدأ من قلبك، وكل شيء كيجي من الداخل كيبان على الخارج. وهكذا صحباتي الفنات، وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم.
ولكن تفكروا دائما هاد البداية غير الخطوة الأولى في رحلة التغيير ديالكم. كل خطوة صغيرة كديروها اليوم، كل عادة جديدة كتبدلوها، كل كلمة إيجابية كتقولوها لراسكم كتقربكم أكثر للنسخة اللي حلمتوا بها، النسخة اللي كتكون واثقة متألقة وحاضرة من الداخل والخارج. بغيت نفكركم بحاجة مهمة، التغيير الحقيقي كيبدا من القلب، ملي كتكونوا مرتاحات مع نفسكم، ملي كتحبوا روحكم، كلشي غادي يبان على المظهر ديالكم وعلى حضوركم. وما تنساوش كل وحدة فينا مميزة، وماشي ضروري نقارنوا راسنا مع شي حد، حيت القوة والجمال ديالنا كيجيبوا الإعجاب بطريقة طبيعية وبدون مجهود كبير. إذا عجبتكم هاد النصائح وما بغيتوش تفوتوا شي حاجة، فما تنساوش تشتركوا في قناتي من القلب، وخليوا لي تعليق صغير على شنو عجبكم وعلى أي تجربة درتوها مع راسكم. راه كل تعليق ديالكم كيعني ليا بزاف وكيخليني نفرح بزاف ونزيد نقدم لكم محتوى مفيد وجديد. فشكرا من القلب على المتابعة ديالكم وعلى الحب والدعم ديالكم، وكنتمنى لكم القوة والجمال باش توليو النسخة الأفضل من راسكم كل يوم. فخليونا نكونوا دائما متألقات واثقات ومليئات بالطاقة الإيجابية. نتلاقاو في فيديو القادم مع نصائح وأفكار جديدة كتساعدكم تعيشوا الحياة اللي كتستاهلوها من الداخل ومن الخارج.